احنا ان شاء الله بنقول للاخ سليمان ودان وصديق عزيز، عدم حضورك النهارده انت خسرت كتير. وبقول للاخوه نازل يا ابني التعليقات، في اخ اسمه علاء باين عليه مجنون او مخه ضارب، بقاله مرتين بيشتم فيا، هحبسك انت مش زملكاوي انت مجنون. فانا بجيب دايما على فكره بقرا التعليقات. انسى ان مرتضى يعمل حاجه المهم كيف ينجو، هتطلع يا ابني زلنا نسخه كده. يعمل حاجه المهم كيف ينجو من الحبس نتيجه لسانه، وليس للزمالك ناقه ولا جمل فيما فعل الاخ مرتضى. ماشي. دول زملكاوي. هيعمل مؤتمر قرفنا فيه بالحجز وعباس والعتال ولا يقول حاجه جديده. بشكرك. بشكرك جدا. هو بيتكلم عن ان الشكوى للفيفا فابتدى يشتمنا. المستشار ما يقدرش يقدم شكوى في الاهلي، اتحاد الكره ده خط احمر لا يستطيع تحمل نتائجه المستشار ولا المجلس. شكرا. المستشار مرتضى منصور لازم يعمل الحاجات دي على الشاشه. خليهم يشوفوا الزملكاويه بيكتبوا ايه. نزل على الشاشه يقروا معانا. يشوفوا الزملكاويه بيكتبوا ايه على راسهم. زملكاويه يا ريس. لا زملكاويه. لا زملكاويه. وكفايه. المستشار مرتضى منصور بيلعب لعبه سيبه ولا يمشي. لا لعبه سيبه ولا يمشي. اتفضل. الاخ ده ان عنده عربيه فرحان بيها في النهايه المسرحيه، هل تواطأ مرتضى وباع الزمالك؟ انت بتتكلم عنها من كده؟ ده انا قضيت نص عمري من 92 خدام الزمالك. بتتكلموا عننا انا كده؟ انتوا يا سفله بتتكلموا عننا انا كده؟ 43 بطوله في 4-5 سنين ما خدهمش رئيس نادي في تاريخكم. بتتكلم عننا كده؟ 13 بطوله في السنه دي. في لا السنه بيقول لك السنه الحزينه. السبب في عدم كرامه الزمالك مرتضى منصور اللي خاف على الكرسي. الكرسي والاحلام اللي عايزها المستشار لاولاده والتوريث هم السبب. طيب احنا بلاش نقول طب مرتضى واولاده خارج النادي. ايها الكلام بتاع الله. الشكوى راحت الفيفا خلاص. راحت الفيفا. اهي شكوى الزمالك ضد اتحاد كرة القدم، النادي الاهلي للالعاب الرياضيه، لجنه الظلمات في اتحاد كرة القدم اللي قام محمود عبد المنعم من هيئه الكهرباء. ادي بالعربي شباب فهمت عليك. ورجعنا هنخلص خلاص. ادي الشكوى الانجليزي راحت الفيفا النهارده. بالعربه الابيض الله اللي قلتوا ادبكم عليا وعلى اولادي. سبت لكم النادي ورونا هتعملوا ايه؟ تاني ورونا هتعملوا ايه؟ انا مرتضى منصور لا جبان ولا بعمل صفقه مع الحكومه. ولعلمكم مجلس الاداره بالكامل وافق على ارسالها ومشيت فعلا خلاص. مش عايز اسمع صوت كلب بيهوى تاني. جنبي هنا 3 اي 3 في الاخوه اللي هم عندهم مواقع لا يا فندم او صفحات. تعال
عايز كلام. دي بالانجليزي، دي بالعربي. مرتضى مش بيبيع ويفرط يا جماعه، يا قليل الادب يا واطي. اتشتمنا كتير، تاني اتشتمنا كتير، انما هتعتذر ولا مش هتعتذر عن السوبر؟ لو ما اعتذرتش ارحل وقف انت اولادك. ايه السفاله دي؟ هتقدم شكوى للفيفا ولا ترحل انت في ايه؟ هو احنا مخطوفين؟ اتقدمت ودوري انتهى، ووصلت للمحامي وقدمها المحامي الايطالياني. دوري كده خلص، قدمتها لكم، اتفضلوا النادي اشربوه وحلوا مشاكله واحنا قاعدين في بيتنا. انا واحمد وامير بشكركم تاني، بشكركم، انما اللي حصل ده فوق طاقه اي بشر. رئيس النادي اتحبس بسببكم، كلكم كنتوا فين؟ اتعزل كنتوا فين؟ اتجمد كنتوا فين؟ قولوا لي كنتوا فين؟ لكن لغايه لاخر لحظه من غير ضغوط بحافظ، خلاص يا استاذ، بحافظ على حقوق النادي. وعلى فكره هذه الشكوى سبقتها شكوى للجنه بتاع مركز التسويق، وجبنا جواب انه موقوف عشان يمشي صح، ورابطه الانديه للجنه انضباط في اتحاد الكوره، تمام؟ عشان المفروض قبل ما تقدم اي حاجه للفيفا نخش الخطوات دي كلها، عملناها عشانكم وعشان الجماهير المحترمه. اما السفه الواطيين على جزمتي، تاني على جزمتي،